تكنولوجيا. من استوديو راديو دنجزلال، طابت أوقاتكم أعزائنا في برنامجنا تكنولوجيا. لنذهب معا في هذه الحلقة إلى الفضاء الخارجي ونستكشف آخر التطورات والأخبار. روبوت لقيادة جميع أنواع الطائرات. روبوت بيبو الذي نراه هنا في محاكاة لعملية الطيران هو روبوت صممه باحثون من كوريا الجنوبية، ويقولون إنه قادر على التعامل مع أي طائرة أو مروحية، وإنه أفضل من طائرة بدون طيار والتي يتم التحكم فيها عن بعد، وأفضل من نظام الطيار الآلي، لأن بيبو يمكنه التكيف مع وضعيات مختلفة. يقول أحد الباحثين: هناك بالفعل العديد من نماذج الطائرات بدون طيار التي تم تصميمها، لكن بيبو هو أول روبوت في العالم يمكنه التحكم مباشرة في أي نوع من أنواع الطائرات. الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار كلها أجهزة اخترعها البشر لأغراض معينة. الباحثون اخترعوا هذا الروبوت القادر على قيادة الطائرة تماما مثل البشر، بل إنه قد يذهب إلى أماكن لا يمكن للطيار عادي الذهاب إليها، مثل مواقع الكوارث النووية. يضيف هذا الباحث: عندما تضررت محطة فوكوشيما اليابانية جراء كارثة تسونامي في العام 2011، حلقت طائرة هليكوبتر فوق المنطقة لرش المواد الكيميائية مضادة للحرائق. حلقت طائرة هليكوبتر فوق المنطقة لرش المواد الكيميائية المضادة للحرائق، لكنها لم تتمكن من الاقتراب كثيرا بسبب خطر التلوث. بيبو متصل بالكامل بأجهزة الطيران. إلى حد الآن تم اختباره من خلال محاكاة عملية الطيران في قمرة طائرة صغيرة للترفيه. الباحثون يعتزمون اختباره في المستقبل القريب في قمرة طائرة حقيقية. ابتدع العلماء خريطة جديدة لأرضية المحيط الأطلسي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، تكشف عن شقوق هائلة تحت مياه المحيطات والآلاف من الجبال غير المعروفة في بعض أعماق المحيط التي يصعب الوصول إليها. واستخدم الباحثون قياسات الجاذبية لأرضية المحيطات التي تم الحصول عليها من معدات للرادار على متن القمر الصناعي الأوروبي كريوسات 2 والقمر الصناعي التابع لناسا جيسون 1 للحصول على ملامح جغرافية تحت مياه المحيطات في تفصيل غير معهود. وقال العالم ديفيد ساندويل المتخصص في جيوفيزيائية الأرض في معهد سكربيس لجغرافية المحيطات التابعة لجامعة كاليفورنيا في سان دييغو إن قوة الجاذبية تعكس طبوغرافية وأرضية المحيطات وطبقاتها التكتونية. يذكر أن ساندويل قاد فريق البحث العلمي الذي أشرف على الدراسة التي نشرت في دورية العلوم يوم الخميس. من جهته قال العالم الجيوفيزيائي في جامعة سيدني وعضو فريق البحث ديتمار مولر إنه نحو 71% من سطح الأرض مغطى بالمياه، ونحو 90% من أرضية المحيطات غير مكتشفة. ولم تقم السفن بإجراء مسح لها، بحيث يمكن عمل خريطة لأعماق البحار والمحيطات. كما أوضح مولر: نحن نعلم عن طبوغرافية كوكب المريخ أكثر مما نعرفه عن أرضية المحيطات. وتكشف الخريطة الجديدة وجود أخاديد وصدوع وخنادق مثل الأخدود الذي تم الكشف عنه في وسط المحيط الأطلسي تحت مياه خليج المكسيك، والأخدود الآخر الواقع في مياه الأطلسي إلى الغرب من أنغولا في إفريقيا الذي يصل له إلى 800 كيلومترا، والذي تكون بعد انفصال قارة أمريكا الجنوبية عن إفريقيا. وتوفر الخريطة أيضا تفاصيل عن الآلاف من الجبال الموجودة تحت مياه المحيطات التي يصل ارتفاع بعضها عن سطح أرضية المحيط إلى أكثر من 1500 متر. وقال العلماء إن بعض هذه الجبال مغطى بطبقات من الرواسب.
وقال ساندويل إنه إلى جانب القيمة العلمية البحتة لهذه الخريطة فإنها قد تكون ذات فائدة عسكرية وفي استكشاف النفط تحت المحيطات. وأقر مولر أن الخريطة ربما لا تكون بجودة الخرائط التي يتم ترسيمها بعد إجراء عملية مسح باستخدام الحزم الصوتية بواسطة السفن. واختتم مولر عندما قدر تكلفة إجراء مسح للمحيطات والبحار بما بين 2 إلى 3 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك قد يستغرق سنوات عديدة. أشعة الشمس قد تقلل من زيادة الوزن وأعراض السكري. أشارت دراسة حديثة أجريت على الفئران إن التعرض لأشعة الشمس قد يقلل من زيادة الوزن والإصابة بالسكري من النوع الثاني. ووفقا للدراسة التي نشرت في دورية ديابيتس، توصل علماء من أدنبرا وساوثهامبتون واستراليا إلى أن تسليط الأشعة فوق البنفسجية على الفئران المتخمة بالطعام جعلها تأكل بكميات أقل، لكن الدراسة أوضحت أن فيتامين دي الذي ينتجه الجسم لدى تعرضه لأشعة الشمس لم يلعب دورا في هذه العملية على ما يبدو. وبالرغم من هذه النتائج، أكد العلماء أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد إذا كان لأشعة الشمس نفس التأثير على البشر. وقال فريق البحث إنه ينبغي تفسير نتائجهم بحذر، لأن الفئران حيوانات ليلية ويغطي الفرو جلدها ولا تتعرض عادة لكثير من أشعة الشمس. وبعد تسليط الأشعة فوق البنفسجية على الفئران ظهرت عليها بوادر أقل للإصابة بالنوع الثاني من السكري، مثل تغيير مستوى الجلوكوز ومقاومة الأنسولين. وهذه التأثيرات للعلاج بالأشعة فوق البنفسجية كان لها صلة بأكسيد النيتريك الذي ينتجه الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس. وحينما وضع مسحوق على جلد الفئران يحتوي على هذا العنصر كان له نفس التأثير. أطلقت الشمس أحد أقوى توهجاتها الشمسية صباح الأحد في 19 من تشرين الأول من بقعة شمسية ضخمة في حجم كوكب المشتري. ويعد هذا التوهج الشمسي من نوع إكس كلاس الذي يعتبر أقوى أنواع الانفجار، وبلغ ذروته في 5:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد. والتقطت صور التوهج الشمسي الأخير مركبة الفضاء SDO التابعة لوكالة ناسا. ويصنف الباحثون هذا التوهج من نوع X1.1، واندلع هذا التوهج العملاق من البقعة الشمسية الضخمة التي تسمى AR أي منطقة نشطة، والتي تمتد لمساحة 125 ألف كيلومتر وفقا لموقع سبيس ويذر، أي أن حجمها تقريبا مثل حجم كوكب المشتري. وكتب توني فليبس من موقع سبيس ويذر: منذ توهج يوم الأحد تضاعف تقريبا حجم البقعة الشمسية، وطورت مجال بيتا غاما دلتا المغناطيسي بشكل متزايد، ويبدو أنها فقط مسألة وقت قبل أن يحدث انفجار قوي آخر. ولحسن الحظ فالبقعة الشمسية AR تتجه بعيدا عن كوكب الأرض، لذلك فإن هذا الانفجار لم يكن له تأثير يذكر على سكان الكوكب، إلا أن هذا قد يتغير قريبا، حيث أن البقعة الشمسية تدور مع الشمس وستتجه قريبا نحو الأرض وفقا لما يقوله توني. ويعتبر انفجار يوم الأحد من أقوى انفجارات هذا العام، حيث أطلقت الشمس انفجارا قويا آخر في شباط من نوع 4.9، ما يجعل كثافته 4 أضعاف كثافة انفجار يوم الأحد. زيادة عدد ساعات النهار يزيد مستوى نشاط الأطفال.
قال باحثون إن زيادة توقيت ساعات النهار بواقع ساعة واحدة إضافية كل عام في بريطانيا يؤدي إلى زيادة النشاط عند الأطفال كل يوم. وكشفت دراسة أن 23 ألف طفل زادت معدلات نشاطهم بواقع 15 إلى 20% في أيام الصيف مقارنة بأيام الشتاء. وقال فريق الباحثين البريطانيين إن زيادة عدد ساعات الاستيقاظ نهارا يفيد الصحة العامة. ومن المقرر تأخير التوقيت في شتى أرجاء بريطانيا بواقع ساعة بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وسوف ينتج عن هذا الإجراء تقليص عدد ساعات النهار أمام الأطفال بعد انقضاء يومهم الدراسي إلى جانب سرعة حلول توقيت الغروب. وحلل باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة بريستول مستويات نشاط مجموعة كبيرة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 16 في 9 دول من بينها إنجلترا واستراليا. وارتد جميع الأطفال مقاييس تسارع أو أجهزة إلكترونية حول خصورهم تقييس حركة الجسم. وأظهرت النتائج التي نشرتها الدورية الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني إن طول عدد ساعات النهار يسهم في بقاء الأطفال أكثر نشاطا لفترات أطول. وتجرى مناقشات لمجموعة من المقترحات في البرلمان في أوقات مختلفة في السنة بشأن تغيير التوقيت بواقع ساعة مبكرة تشمل السنة بأكملها بدلا من التغيير في تشرين الأول، لكن لم يصدر أي قانون في هذا الشأن. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه المقترحات التي تتيح للأطفال البريطانيين 200 ساعة نهار إضافية كل عام ستزيد من متوسط قضاء الأطفال وقتا لممارسة نشاط بدني قوي. وقالت المشرفة على الدراسة آنا غودمان من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي إن توفير دقيقتين إضافيتين قد لا تكون حلا، لكن لا يستهان بها فيما يتعلق بمستويات أنشطة الأطفال بوجه عام. وأضافت غودمان تتيح هذه الدراسة دليلا أقوى حتى الآن يشير إلى أنه في أوروبا واستراليا تلعب عدد ساعات مغيب النهار دورا في زيادة النشاط البدني في فترة الغروب، وهي أهم ساعات للعب الأطفال في الخارج. وقالت الدراسة إن هذا التأثير يظهر على الفتيات والصبية والأطفال الذين يعانون من الوزن الزائد أو أصحاب الوزن الطبيعي، بالإضافة إلى الأطفال من خلفيات اجتماعية اقتصادية مختلفة. وتناول الباحثون في نطاق الدراسة نشاط 439 طفلا قبل وبعد تغيير التوقيت في بلادهم. وقالت غودمان في إنجلترا الأسبوع المقبل سيكون هناك تراجع مفاجئ للنشاط البدني بنسبة 5% بسبب تأخير التوقيت. وقالت آشلي كوبر مشرفة مشاركة على الدراسة وأستاذ النشاط البدني والصحة العامة في جامعة بريستول، نظرا لأن طرح إجراءات لترشيد عدد ساعات النهار لن يحل مشكلة تراجع النشاط البدني بالتأكيد، نعتقد إنها خطوة على الطريق الصحيح. ويقول المعارضون لإجراءات ترشيد عدد ساعات النهار إن عدد ساعات النهار الصباحية ستتقلص لا سيما في اسكتلندا، وسوف يكون لذلك تأثير على ذهاب الأطفال إلى المدارس وذهاب المواطنين إلى أعمالهم. هذه كانت معلوماتنا عن تكنولوجيا الفضاء. أعزائي، لنعود معا إلى استوديو دنجي زلال. كنت معكم أحمد شيخ موس. انتظروني في الحلقة القادمة لأقدم لكم آخر أخبار تكنولوجيا العالم الرقميات. لا تذهبوا بعيدا.